النهاردة هنتكلم عن قديس عظيم جدا، هو القديس التائب أبا كراجون. القديس ده ربنا بيدي بركة لكل اللي بينشر أو بيكتب سيرته، فمن فضلكم خدوا بركة وابعتوا سيرته لكل الناس. تعالوا نعرف سيرة قديسنا سوا. اتولد الشهيد أبا كراجون في قرية البتانون في محافظة المنوفية، وما نعرفش كتير عن حياته الأولى إلا حاجات قليلة جدا. إن هو اتولد في النص التاني من القرن الثالث الميلادي، وكان إنسان غير مسيحي وكان بيعبد الأوثان، وكان في الأول لص، فاتفق مع شوية شباب لصوص على السرقة، فراحوا لقلاية راهب لقوه سهران طول الليل بيصلي، فقالوا احنا هنستنى لغاية ما يخلص صلاة وينام وبعدين نخش نهجم عليه. لكن الراهب فضل واقف طول الليل بيصلي وما نامش أبدا، فانحلت قلوبهم ورجعوا عن تفكيرهم الشرير. وتاني يوم الصبح خرج الشيخ الراهب ليهم، فكلهم خروا تحت رجليه وسجدوله ورموا سيوفهم في الأرض. فراح الراهب الشيخ وعظهم وعلمهم وترهبنوا على ايديه. لكن القديس أبا كراجون أجهد نفسه جدا في العبادات النفسانية والجسمانية، وكان دايما بيقول لنفسه اجتهد يا أبا كراجون، لأنك انت ضيعت كتير جدا في حياتك في الشر، وكنت بتجري ورا سراب من اللذات والشهوات. اجتهد يا أبا كراجون بالنسك، وازرع بالاحتمال في الزهد والصوم، وواصل وعوض كل اللي فقدته في حياتك الأولى عشان ما تصرفش اللي باقي من عمرك في الباطل. وتنبأ له الراهب الشيخ وبشره انه لازم يستشهد على اسم المسيح، وقد تم قوله. فبعد 6 سنين من الكلام ده الشيطان قوم حرب على الكنيسة، فظهر ملاك الرب للقديس أبا كراجون وقال له انه يروح لوالي نوكيوس عشان يعترف بالسيد المسيح عشان ينال إكليل الشهادة. فراح ودع القديس أبا كراجون أباه الروحي وخد بركته وراح لنوكيوس واعترف باسم السيد المسيح قدام الوالي، فعذبه عذابات كتيرة جدا ومشط لحمه بأمشاط حديدية ودلك جراحه بمجموعة أدوية كده صعبة. وبعدين راح خده معاه لإسكندرية، وهناك عذبه تاني فعلقوه في ساري سفينة 5 مرات، وكل مرة الحبل يتقطع. وبعدين راح حطوه في جوال في الجلد وراحوا رموه في البحر. فراح ظهر له ملاك الرب وخرجه من المية وأمره إن هو يروح لسمنود. وهو في طريق بلدة البنون أهلها عرفوه، وكان كل اللي عنده مرض كان بيجيله وفي الحال بيتشفي بصلاته. ولما وصل لسمنود ربنا عمل على إيده معجزات كتيرة جدا، ومنها إنه قوم بصلاته بنت الوزير يسطس، قومها من الموت. ففي الحال آمن الوزير هو ومراته وكل جنوده، وكلهم نالوا إكليل الشهادة هو وأهل بيته وجنوده، وكان عددهم 935 راجل. أما القديس أبا كراجون فعذبه الوالي عذابات كتيرة جدا، وضرب في جسمه بالدبابيس وكسروا ظهره. ولما زهقوا منه راحوا بعتوله اسكندرية. فلما وصل لتل برمودا ظهر له السيد المسيح هناك وعزاه وعرفه انه يتمم جهاده هناك، ووعده ان كل اللي هيطلبه باسمه هيحقق له طلبته في الحال. وهناك امر الوالي بقطع رقبته ونال اكليل الشهادة ونال 3 أكاليل. وظهر ملاك الرب لأسيس من اهل منوف في رؤية وعرفه مكان جسد القديس، فراح ابونا واخده. وبعد ما عدى زمن الاضطهاد اتبنت له كنيسة في البتانون بلده، وحطوا جسده المقدس فيها، وبتعيد له الكنيسة تذكار شهادته يوم 25 من شهر أبيب، مع تذكار تكريس أول كنيسة باسم الشهيد العظيم فلوباتير ماركوليوس أبو سفين. وده كان من كلمات رب المجد ليه لما ظهر له رب المجد لما كان في اسكندرية، وكان معاه رؤساء ملايكته شجعه وقال له يا حبيبي ومختاري أبا كراجون، لا تخف، أنا معك أقويك حتى تكمل جهادك في هذا المكان. فطلب منه القديس إن جسده ما يتحطش في بلد غريبة، فقال له المخلص بتحنن لا تخف، فإني سأكون معك وسوف أرسل ملاكي ليحمل جسدك فتصل بلدك بسلام، وسوف تبنى لك كنيسة هناك، وكل من يدعوني باسمك أستجيب له، وكل من ينظر أو يصلي إلي باسمك وهو في شدة سأعوضه في ساعة واحدة. طلبت سنين كثيرة جدا
وكل من يهتم بكتابة سيرة شهادتك فإني ألبسه حلة المجد، وكل المجد والكرامة تدوم في كنيستك إلى الأبد. تذكار استشهاد القديس يوم 25 أبيب، بركة شفاعته تكون مع جميعنا أمين. عايزة أحكي لكم على معجزة حصلت معايا امبارح بالليل وأنا بسجل سيرة القديس أبا كراجون. أنا بقالي أسبوع عندي مشكلة كبيرة جدا في شغلي، ويمكن إخواتي اللي متابعيني على الصفحة باستمرار ملاحظين ان انا بقالي اسبوع ما نزلتش ولا سيرة قديس جديد، ومش بنزل على الصفحة زي الاول، وده بسبب المشكلة اللي انا فيها. بالذات انتوا عارفين ظروف البلد والدنيا اللي احنا فيها بقت غالية جدا في كل حاجة، فالواحد مش حامل ان هو يخسر شغله. وبقالي فترة بحاول كتير وبصلي كتير، لغاية امبارح ما كنتش قادرة اعمل اي حاجة في حياتي حرفيا. وفي الاخر قررت ان انا هنزل سيرة قديس جديد من غير ما اعرف هو مين يعني. فوانا بقلب سير القديسين جه قدامي سيرة القديس ابا كراجون، وقررت ان انا اعمل سيرته. كنت اول مره اعرفه، ما كنتش اعرف اي حاجه عنه قبل كده غير اسمه بس. فوانا بسجل الفيديو ركزت قوي في كلمه السيد المسيح ليه لما قال له ان اللي هيطلبني باسمك ساعه واحده انا هستجيب ليه في الحال، حتى لو الطلبه دي بقالها سنين. فانا قلت هي طلبتي ملهاش سنين، فانا هجرب ايه المشكله، وانا واثقه ان هو مش هيكسفني. وصليت بايمان جدا وطلبت شفاعه القديس ابا كراجون، وقلت له فرح قلبي، خليني اصحى الصبح الاقي مشكلتي اتحلت، فرح قلبي ورجع لي شغلي تاني القديس ابا كراجون. وصليت ونمت، واول ما صحيت النهارده الصبح انا لغايه دلوقتي مش مستوعبه اللي انا بحكيه لكم اصلا. لقيت فعلا المشكله اتحلت وكل حاجه رجعت زي الاول وافضل. فرحت جدا وشكرت ربنا جدا جدا، وشكرت القديس الجميل ابا كراجون سريع الندهه. وفعلا فعلا زي ما وعده المسيح، اللي بيطلب منه حاجه باسمه بيحققها له في الحال. انا ما توقعتش انه يستجيب لي بالسرعه دي. انا بشكره جدا وحبيت اقول لكم جدا، وبجد عايزه انشر سيرته في كل مكان. نفسي الناس كلها تاخد بركه منه وتطلب شفاعته بايمان بجد. ولو حد عنده مشكله او ضيقه في اي حاجه يطلب شفاعته بايمان ومشكلته هتتحل. لو اول مره تسمع سيره القديس العظيم ابا كراجون التائب، خد بركه القديس وشارك سيرته مع كل الناس. تابع صفحتي واستنوني كل يوم بالليل الساعه 8 مع سيره قديس جديد.